اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني والله. النهاردة نبدأ الفيديو بتاعنا الجميل. النهاردة كله روتين وتشجيعي، بس قبل ما نبدأ الفيديو شجعني باللايك ونصلي على سيدنا محمد في الكومنتات، واللي ما اشتركش يشترك معايا في قناة روتين أم عمر. شرفت بكم يا حبايب قلبي. هنا زي ما بوريكم المطبخ رايق. دخلنا الصبح بدري، صحنا بدري النهاردة الحمد لله. عايزين نبدأ الأول ايه بالصلاة على سيدنا محمد كده زي ما متعودين. بوريكم من المواعين اللي عملتها بالليل، كانت الدنيا رايقة والحوض مفيهوش أي حاجة. ندخل نعمل بقى الفطار كده على روقان. عملت بقى ايه ليا كوباية شاي، وكلت كام تمراية كده عشان الطاقة، وشربنا طبعا كوبايتين مية زي ما انتوا شايفين كده. وريتكم كنا جايبين حاجات من بالليل. ويلا بقى نبدأ ايه على الفطار. بسم الله الرحمن الرحيم. عملنا بطاطس وبيض مسلوقين، وبعدين حمرتهم في السمنة. وبعدين ايه عندنا النهاردة ايه روتين قوي جدا. غسلنا سجاد، غسلنا هدوم، عملنا الغدا، عملنا الفطار. اللهم ادينا الصحة كلنا يا رب. خلاص كده زي ما بوريكم هسلق البيض وهرجع اعمل معاكم الفطار. الاول هنطلع البلكونه زي ما متعودين، نسقي ايه الزرعيات بتوعتنا الجمال دول ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. بدأوا يرعرعوا بره في الهوا، هما كانوا محتاجين شمس وهوا بره. تمام يا حبايب قلبي. عايزين نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. هنعمل بقى كوبايتين شاي. كنت عملت الفطار، مرضيش اطول عليكم في الفطار لان الروتين بتاعنا النهارده قوي ومحتاج ايه شجاعة كده، فقصرت في موضوع الفطار ده. عملنا كوبايتين شاي، كنا جايبين فينو، عيش فينو يعني، وكنا جايبين بسم الله عملنا طعمية وعملنا بطاطس وعملنا بدنجال وجبنا وحطينا الجبنة والخيار بتاعنا. وبالهنا والشفا يا رب على قلبكم. وتفضلوا بقى افطروا معانا ولا اتغدوا معانا. خلاص يا حبايب قلبي، هنا كنت مقطعه خيار وقوطه وخيار وجرجير زي ما انتوا شايفين، وحطينا جبنه وبالهنا والشفا يا رب. اللهم ديمها نعمه واحفظها من الزوال. هنا بدأنا الروتين بتاعنا بعد ما فطرت. بسم الله ما شاء الله. البوتاجاز بقى ايه زي ما انتوا متعودين، فككته كله وغسلته حته حته زي ما انتوا شايفين كده. عشان ايه؟ بحبه انا، ما بحبوش متبهدل يعني. تمام يا حبايب. خلاص كده غسلته كله من بره ومن جوه، ايه صبنته تصبينة العيد يعني زي ما انتوا شايفين كده. علشان البوتاجاز يطول معاكي كل يوم اهتمي بيه، اغسليه، ما تسيبهوش الحاجات تلزق فيه عشان ما يغلبكيش بعد كده. زي ما انتوا شايفين انا كل يوم بغسله الغسله اللي انتوا شايفينها دي، افككه كله وادعكه من بره ومن جوه. علشان كده هو قاعد معايا يعني ما بص من الحمد لله. تمام يا حبايبي. الحاجات ما بقتش رخيصه دلوقتي، كل حاجه غاليه وبالشيء الفلاني، لازم نحافظ على حاجتنا. تمام يا حبايب قلبي. زي ما انتوا شايفين خلصت البوتاجاز. ايه رأيكم في الجمال ده؟ خلاص زي ما انتوا شايفين، وغسلت المراية بتاعته وغسلت الفرن من جوه كله. بسم الله ما شاء الله. يلا بقى نخش على الايه على الروتين بتاعنا. النهارده هنعمل قلقاس، القلقاس الاخضر الجميل المصري بتاعنا. غسلت الخضرة كويس جدا، وغسلت القلقاسة نفسها قبل ما اقشرها لاني ما بغسلهاش بالمية. خلاص كده كان عندنا بقى ايه غسيل، كنت بغسل هناك في الحمام. ودي سجادة المطبخ غسلتها، والسجادة اللي قدام المطبخ برضو غسلتها زي ما انتوا شايفين كده. هما اتنين خفاف ما خدوش معايا اي وقت وانا بغسل الهدوم كده على طول. النظافة حلوة يا حبايب قلبي، لازم ان الحاجة اللي قدامك تنظفيها علشان بيتك يكون ريحته جميلة. زي ما انتوا شايفين كده هشطفها والمها واغسل التانية وراها على طول اللي هي الخضرة. دي بقى النجيلة كنت بفرشها في البلكونة، بس دلوقتي ايه بحطها قدام المطبخ كده لان الشمس كانت مبهدلاها بره في البلكون. تمام يا حبايب قلبي. زي ما انتوا شايفين، وغسلت الحمام غسلة محترمة جدا بالمقشة كده زي ما انتوا شايفين. وغسلت الهدوم وطبقت الهدوم التانية. يعني النهاردة كان الحمد لله يا رب
اللهم دم علينا الصحة. هنخش بقى على الغدا، كان عدى وقت هندخل على الغدا. هنا سلق وكزبرة خضرة مقطعاهم وغسلاهم علشان هخرطهم معاكم. هنا بقى القلقاس، هي قلقاسة واحدة كده على قدنا، غسلتها زي ما بوريكم وهنشفها وبنشفها بالفوطة. الفوطة دي نضيفة بتاعة الأكل. اقطع بقى القلقاس، هو ناشف شوية. تمام يا حبايب قلبي، زي ما انتوا شايفين كده، اللهم صل على سيدنا محمد. قطعت القلقاس، وكل ما السكينة ما تغسليش القلقاس خالص، لان القلقاس لما بيتغسل مرة واتنين بيطلع ايه كل الفايدة اللي فيه. فانا بنشفه على الفوطة كده، اسيبه يتهوى شوية بعد ما اقطعه، وبسم الله ما شاء الله بيكون حلو وما بيدوبش معاكي في الشوربة. طول ما انت بتغسليه مش هيديك النتيجة الحلوة اللي هتشوفيها معانا ان شاء الله. تمام يا حبايب قلبي، عايزاكم تصلوا على سيدنا محمد، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، ونصلي على سيدنا محمد. واي حد بيكتب لي كومنت حلو وله بالمثل اتشرفت بيه طبعا، نورتوني. خلاص كده بوريكم ان هو هينشف على الفوطه طالما سيبناه، مش هنغسله خالص زي ما اتفقنا. خلاص الشوربه بتاعته كنت حاطه مرقه دجاج، وكنت حاطه ملح، مظبطه الملح بتاعها، ونزلت بيه زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله كان ابيض، والشوربه هتفضل بيضه كده برضو. مش هيعجبكم ان شاء الله. الطريقه دي سهله وبسيطه. خلاص كده يا حبايب قلبي، هنعمل له بقى الايه الخضره بتاعته. حطينا السمنه وزيت، وحطينا بسم الله ما شاء الله الثوم، راس ثوم حلوه كده محترمه. انا كنت منعمه الثوم، وحطيت معلقتين كزبره ناشفه. وهنزل بقى ايه بالخضره بتاعتنا اللي هي عباره عن سلق وكزبره خضراء مخرطان بالمخرطه عادي زي الملوخيه كده. دي اسهل طريقه للقلقاس. بصراحه انا بعمله اخضر، بس عمري ما عملته زي الناس ما بتعمله بالصلصه كده، يعني ما حبيتوش او ما جربتوش، ما اعرفش بصراحه. زي ما انتوا شايفين كده. خلاص كده ايه هنعمل ايه الطشه بتاعتنا. التومه خدت يا دوبك ريحتها طلعت كده زي ما انتوا شايفين. هنزل بقى بالخضره بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين. القلقاس الاخضر ده جميل جدا في الشتاء، وبيطلع في الشتاء والناس بتخزنه عادي. بس بسم الله ما شاء الله في اوانه بيكون حلو وجميل كده وطازه. جربوا الطريقه دي ان شاء الله تعجبكم. القلقاس كده مع الرز بالشعريه والفراخ المحمره، بسم الله ما شاء الله، وجبه صحيه وجميله. خلاص كده هسيبها بتاع 5 دقايق بس ايه الخضار يستوي معايا، ما بسيبهوش ينشف. حطوله شويه شوربه صغيرين واسيبه يستوي معايا، وبحطه على طول على الايه على القلقاس. كانت سلق معانا، ما خدش معانا نار، طلعت بسم الله ما شاء الله كانت ناعمه وحلوه صغيره. بوريكم لسه لونه اخضر اهو. هحطه بقى اهو بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. لونه اخضر جميل. هياخد غلوه او 2 بالظبط وهقفل عليه. لو سبتيه غلى كتير هيطلع حاجه بيضه كده ومش هيعجبك. هو غلوتين بسم الله ما شاء الله. اتفرجي على لونه اخضر زي ما انت شايفاه كده. وبالهنا والشفا على قلبكم يا حبايب قلبي. جربوا وصفه القلقاس النهارده هتعجبكم باذن الله. طريقتي دي طريقه بسيطه وسهله. خلاص كده حبايب قلبي، خلصنا القلقاس والرز بتاعنا. كنت عملت حبه رز جنبيهم، وعملت حبه سلطه. وهنتغدى بقى بسم الله ما شاء الله الرز بالشعريه والقلقاس والفراخ المحمره وشويه سلطه كده ايه يستاهلوا بقكم. وبالهنا والشفا يا رب. عايزاكم ما تنسونيش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتصلوا على سيدنا محمد. واشوفكم في فيديو جديد. يا رب الفيديو يعجبكم النهارده. مع الف سلامه يا حبايب قلبي، مع الف سلامه، سلامه الله.